صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض جلاش بطريقة سهلة وبسيطة خالص. او بوريك تركي. طريقته حلوة، مش متعب ولا حاجة، اي حد يعرف يعمله. بيطلع حلو كده، لونه جميل وهش وبيقرمش كده من بره وطعمه جميل. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنبدأ نعمل الحشوة بتاعة البوريك. هنعصج لحمة، معايا بصلتين كبار وعليهم سمنة، وبنزل باللحمة المفرومة اقلبهم تقلبتين، وبعد كده احط التوابل بتاعتي. انا بحط ملح وفلفل، اللي عايز يزود ماشي، وبعدين اقلبهم واسيبهم يستووا براحتهم. على ما تستوي اللحمة نحضر التشريبة بتاعة البوريك. عندي بيضتين بضيف عليهم فلفل وملح، ربع معلقة صغيرة فلفل ونص معلقة صغيرة ملح، وبحط نص كوباية سمنة او سمنة مع زيت، واحط كوباية لبن، عشان انا زودت لبن وزودت سمنة عشان انا ضعفت الكمية، ومعلقة دقيق كبيرة، واقلبهم كويس جدا واركنهم على جنب. بعد ما قلبنا الخليط كويس بجيب كيس تلاجة بفتحه وافرده عشان الف عليه الجلاش. بجيب اول ورقة واحط عليها من الخلطة اللي عملناها، ابتدي اوزع بالمعلقة وبعدين ادهنها بالفرشة. بحط ورقة 3 ورقات او 4 ورقات على حسب الكمية اللي احنا محتاجينها. يعني عايزين نعمل كمية بوريك اكتر فبقلل من الورق، يعني ممكن اعمل 3 ورقات او ورقتين. انا في البداية عملت 4 ورقات وبعد كده عملت 3 ورقات. بدهن كل الطبقات بالطريقة دي بالتشريبة اللي احنا عملناها. والورقة الاخيرة بقى ببتدي احط عليها اللحمة المتعصجة وافردها واحط ميكس جبن، ولو مفيش ميكس جبن عندنا نعملها باللحمة المفرومة بس بتبقى حلوة. وبلفها وبجيب صينية مدهونة مادة دهنية، وبعد واحط فيها الرولات اللي احنا عملناها. بعد ما خلصت الكمية كلها هبتدي اقطعها. بس انا قطعت الطروف عشان كانت متزنقة، قطعتها صغير خالص الاول عشان اظبط التقطيعة بعد كده، وابتديت اقطعها بالطريقة دي. بعد ما نخلصها تقطيع هنجيب الخلطة اللي احنا كنا بنشرب بيها وبعدين نضيفها كلها على الصينية من فوق بالشكل ده بالمعلقة، وهوزع كل الخليط اللي اتبقى معايا هوزعه كله على الصينية. وبعد كده هدخلها على فرن درجة حرارته 180 درجة، على الشبكة اللي في النص لحد ما تستوي فوق وتحت مع بعض. وده شكل الصينية بعد ما خرجت من الفرن. انا بقطعها من الجنب كده قطع صغيرة عشان كانت متنية من الجنب عشان اظبط التقطيعة وتطلع حلوة. وده طبقنا بعد ما خلصناه. بجد الوصفة حلوة قوي هتعجبكم، ووجبة متكاملة ومغذية وتنفع يعني وجبة لوحدها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. شيروا الفيديو لاصحابكم، ولو عندكم فيسبوك تابعونا على صفحة الفيسبوك بأكلات سريعة ولذيذة من مطبخي. اشوفكم على خير، باي.